أحمد شفيق أصدر بيان بخصوص جزيرة طيران وصنافير. بيان بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي من شعب مصر العظيم، أستأذن في أن أبدأ كلماتي مرحبا أعمق الترحيب بتشريف خادم الحرمين الشريفين في زيارته إلى مصر، مؤكدا أن ترحيبي وسعادتي هما شأن كل المصريين الذين اجتمعوا دائما على حب وتقدير المملكة العربية السعودية. لا بلا 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 بلا. تضافرت علينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأحداث السيئة، والتي كان منها على سبيل المثال وليس حصرا كارثة مياه النيل ما بعد سد النهضة، وكذلك الانهيار الفجائي في علاقاتنا التقليدية المتميزة بالشعب الإيطالي على خلفية مقتل ريجيني وكده. بيتساءل عن أسباب هذه الأزمات. هل هي نقص الخبرة وضعف الإرادة؟ هل هي الاختيار الغير مناسب لمن يناط بهم معالجة الأزمات؟ هل هي التلكؤ والبطء في اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، ناسين بذلك أن جزء من القرار توقيته؟ أو هي الانفراد المرفوض باتخاذ القرارات المصيرية والتي يلزم الرجوع بشأنها للشعب المصري صاحب المصلحة بكامله، وليس بمن ينوبونه؟ أي قرار يمكن أن يكون أكثر خطورة على المصريين من قرار يخص مياه الحياة، مياه النيل الذي قيل فيه قديما أن مصر هي هبته. أي قرار لنعد إلى الشعب، وأقولها مكررا: لنرجع إلى الشعب قبل أن نصدر قرارنا، وقبل أن ندفع به إلى التزامات قد لا يستطيعها أو قد لا يقبل بها. وفي ذكرى استعادة طابة من المحتلين يجدر بنا الإشارة إلى أن المسؤولين في حينه أحسنوا التقدير لمدى صعوبة المعركة السياسية والقانونية. كلام طبعا عادي نمطي. نخش على المهم. أبنائي أعزائي فلذات أكبادي، أن ما أوردته في بدء حديثي بشأن مسلسل أزمات التي تجتاحنا، ومسلسل إخفاقات في التوصل إلى حلول لها، ثم حديثي عن ما تم من إنجاز في شأن طابة، كلاهما يدفع إلى الإلحاح على أهمية اللجوء إلى أكثر أبناءنا خبرة وقدرة على استنباط حقائق الأمور ودقائقها في كل ما يعني لنا من مشكلات، كما ألح في ضرورة عرض ما تصل إليه هذه النخب من أبناء مصر على الشعب بأكمله للتعرف على ما يراه وما يرغب عنه. أبنائي، البعض فيما بيننا يتفق مع ما تم فيما جرى من ترسيم للحدود المائية أدى إلى ضم جزيرتي طيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، بينما البعض الآخر يرفض هذا الإجراء رفضا قاطعا. ما كان أقدر بنا أن يتم هذا الإجراء من خلال دراسات عميقة متخصصة وبناء على نتائجها، أسوة بما تم من إجراءات في ترسيم حدود طابة. يعني هو بيقول قرار مصيري ما ينفعش يتخذ على سهوة كده. وبصفة عامة وحتى تطمئن النفوس جميعا، رفضا أو موافقة، نأمل من المسؤولين أن نجد لديهم إجابات لتساؤلات عدة منها. أولا، أين الوثيقة أو الوثائق التاريخية التي تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء للمملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية؟ فين الوثائق؟ تاني حاجة، أين الوثيقة التي فوضت مصر بمقتضاها في استخدام الجزيرتين وإدارتها؟ لأن هي معانا بقالها كتير، يعني 100 سنة من قبل ما السعودية تتنشئ أصلا. وما هي أسباب صدور هذا التفويض إن كان قد حدث؟ وهل انتهت الأسباب التي صدر التفويض من أجلها إن كان صحيحا؟ وإذا كانت أسباب التفويض لا زالت قائمة، فلماذا ينهى الآن وبعد أكثر من 100 عام؟ عاشت مصر عزيزة مكرمة. أحمد شفيق. ده بيان أحمد شفيق من دبي، واللي احتمال كبير يأخر عودته من العمرة إلى جمهورية مصر العربية.